فيلمنا بيبدأ من قرون فاتوا لما الناس لقت إن كوكب الأرض بيتدهور، فقرروا إنهم يستخدموا التكنولوجيا علشان يحلوا المشكلة دي، وبفضل التكنولوجيا قدروا إنهم يرفعوا مدينة كاملة من الأرض ويطيروها في السماء، وبقى من وقتها اسمها متروبوليس. ومع الوقت البشر بقوا معتمدين على الروبوتات في كل تفاصيل حياتهم، والروبوتات بقت هي اللي بتعمل كل الشغل والمهام بدل البشر. وفي الوقت ده بنروح لفصل وبنشوف الطلاب كانوا بيتفرجوا على فيديو بيشرح إنجازات الدكتور تنما، وبنعرف إن دكتور تنما ده هو وزير العلوم في البلد، وكلهم كانوا معتبرينه أبو العلم الحديث. ووقتها كان ابنه توبي قاعد وسط الطلاب وبيتفرج على فيديو أبوه حاسس بالفخر. ووقتها المدرسة بتقول إن في امتحان، فتوبي بيحل الامتحان كله في ثواني، وبعدها بيطلع من الفصل. ولما المدرسة بتصحح إجابات توبي بتلاقيها كلها صح بنسبة 100%. وبره المبنى بقى بنشوف الروبوت المساعد اللي اسمه أورين، واللي كان مستني توبي علشان يروحوا. وأول ما توبي ركب العربية أورين بدأ يسوق بيه، وفجأة بتطلع شاشة هولوجرام وكان عليها أبو توبي، وبيكلمه وبيعتذر له إن هو مش هيقدر يروح معاه المشوار اللي وعده بيه، وقال له إن هو مشغول مع الرئيس ستون علشان هيعلنوا عن روبوت مقاتل جديد اسمه صانع السلام. وبعدها الشاشة بتختفي، فتوبي بيطلب من الروبوت أورين إن هو يغير طريقه ويروح لوزارة العلوم، بس أورين بيرفض إن هو ينفذ الأمر ده لأن والده كان منعه إن هو يروح هناك. لكن بنشوف إن توبي بيعمل قفلة في سلوك الروبوت وبيعدل برمجته وبيخليه يروح لوزارة العلوم. ولما بنروح لوزارة العلوم بنشوف الدكتور تنما بيتكلم مع الرئيس ستون، ووقتها بيقول له إن البروفيسور إليفان رافض تماما استخدام أبحاثه في أغراض عسكرية. وفي نفس الوقت بنشوف توبي بيوصل للوزارة، بس حراس الأمن بيقبضوا عليه لأنه ما كانش معاه إذن دخول. ولما الرئيس ستون بيعرف إن ده يبقى ابن الدكتور تنما بيسمح للحراس إن هم يدخلوه. وبنشوفه وهو ماشي مع الحراس توبي بدأ يتفلسف وبينتقد الروبوتات القديمة اللي الرئيس ستون وافق عليها. ووقتها توبي بيقول للحراس إن الروبوتات دي جودتها تعبانة وتصميمها فاشل، فالرئيس ستون بيتضايق من كلام توبي ده وبيؤمر الحراس إن هم ياخدوه يحبسوه في أوضة الإمدادات والمخازن علشان يخلص شوية من لسانه. وفي مكان تاني بنشوف البروفيسور إليفان كان بيشرح للعلماء مشروع الطاقة الزرقاء النظيفة، وبيقول إن الطاقة دي أقوى وأنظف بكتير من الطاقة النووية. وكمان قال لهم إن هم جابوا الطاقة دي من شظية نيزك كان جاي من الفضاء الخارجي، والطاقة دي بتمثل النقاء. وبعد شوية رجالة الرئيس ستون بيدخلوا القاعة وبيقاطعوا الدكتور إليفان، بس بنشوف إن الدكتور إليفان بيكمل كلامه وبيحذرهم إن استخراج الطاقة الزرقاء دي نتج عنه طاقة تانية لونها أحمر، والطاقة الحمراء دي كانت هي الجانب المظلم والشرير، ودي طاقة مدمرة جدا. بس رجالة الرئيس ستون بياخدوا الكورتين اللي هم الزرقاء والحمراء، فإليفان بيحذرهم إن الكورتين دول لو قربوا من بعض هيحصل انفجار ودمار شامل. بس الحراس كانوا بينفذوا أوامر الرئيس وطنشوا تحذيرات البروفيسور دي كلها، ومن وقتها الفوضى بتبدأ في المكان. ولما بنروح للمخزن بنشوف توبي قدر يغفل الحارس وسرق منه الكارت وهرب. وبنرجع بعد كده للرئيس ستون اللي كان عارف انه لو حط الطاقة الحمراء في الروبوت اللي هو صانع السلام هيخليه عدواني جدا، بس بالرغم من كده بيصمم وبيحط الطاقة الحمراء جوه الروبوت علشان كان عايز يخليه سلاح فتاك. ووقتها الروبوت بيتفعل وبقى عدواني جدا وطلع عن السيطرة، وبدأ يهاجم رجالة الرئيس ويدمر المكان. والروبوت بعدها بدأ يمتص الأسلحة والأجهزة اللي حواليه وبدأ يكبر في الحجم، فالعلماء بسرعة بيشغلوا درع الحماية علشان يحبسوا الروبوت. وبنشوف ان الدكتور تنما بيلمح فجأة ان ابنه محبوس جوه الأوضة مع الروبوت ومش عارف يطلع. ووقتها الروبوت بيضرب درع الحماية وطاقة الضربة دي بتخلي توبي يتبخر ويختفي، فالدكتور تنما بيجري بسرعة وبيوصل كابل الكهرباء الرئيسي بالروبوت علشان كان عايز يموته. ووقتها الروبوت بيقف، بس الدكتور تنما بيلاقي كاب ابنه بس هو اللي على الأرض. ووقتها عرف ان ابنه مات، فقعد يعيط ويأنب في نفسه ويقول ان هو المسؤول عن موت ابنه. ومن كتر حزنه بيقرر ان هو يصنع روبوت متطور جيناته مطابقة تماما لشكل ابنه توبي. ووقتها الدكتور بيستخدم شعرة من شعرات توبي الحقيقي علشان ينقل كل ذكرياته وعقله للروبوت الجديد. وبنشوف ان البروفيسور إليفان بيوافق على الفكرة دي وبيديله كرة الطاقة الزرقاء النظيفة علشان تكون هي قلب الروبوت ومصدر طاقته. ووقتها الدكتور بيمرر تيار كهربائي عالي في جسم الروبوت علشان يخليه يتحرك، بس الروبوت بيقع على الأرض وفجأة بيفتح عينيه وبيشتغل. فالدكتور تنما بيحضن الروبوت ومن وقتها وهو مسميه توبي، وبعدها أخده معاه للبيت. وتاني يوم الصبح الروبوت توبي بيصحى من النوم وبيشوف الدكتور تنما قدامه، وكان حاسس بحاجة غريبة في جسمه، فسأل أبوه وانا جرالي حاجة وانت أنقذتني، بس الدكتور تنما ما بيردش عليه وبياخده وبيطلعوا من الأوضة. وبنشوف بعد كده ان الروبوت أورين لما بيشوف توبي بيترعب وجسمه بيتنفض، وبنعرف وقتها ان أورين بحواسه الآلية بيعرف على طول ان توبي اللي واقف قدامه ده مش بشري، ده عبارة عن روبوت متطور. فتنما بيوبخ أوبي وبيقول له ما ينطقش بالسر ده، وبعدها تنما بيقول لتوبي ان هو مش هيروح المدرسة تاني خلاص. ووقتها تنما بدأ يعلم ابنه في البيت بنفسه واداله كتب كتير علشان يقراها، وقال له ان دي كانت الكتب
المفضله بتاعته وهو قده، بس توبي كان زهق وبدا يلعب بالكتب وقطع الورق بتاعها وعمل منه طيارات ورق. فالدكتور تنما اتعصب من تصرفات الروبوت اللي ما كانش شبه ابنه الحقيقي العاقل، ووقتها اورين بيتدخل وبيقول للدكتور ان هو اللي شجع توبي على اللعب ده، وبيقول له كمان ان الروبوت الجديد ده ملوش حق يلبس كاب ابنه المتوفي لانه مجرد آلة. وبنشوف ان توبي لما حاول يتكلم مع ابوه علشان يفهم ماله، ابوه بيصده وبيطلب منه يدخل اوضته، فتوبي بيروح يقعد في اوضته وهو زعلان، وكان بيتفرج وقتها على 2 روبوتات بره بيمسحوا ازاز الشباك بتاعه. وتوبي لما بيركز مع الروبوتات اللي بره فجأة بيلاقي نفسه فاهم لغتهم وكلامهم الآلي، ومن حماسه طلع بره الشباك علشان يتكلم معاهم، بس هو وقتها بيقع من المبنى الطاير، ووقتها وهو بيقع في الهواء لقى نفسه ما بيقعش على الارض، ولما بص تحت لقى صواريخ نفاثة بتشتغل من رجليه. ووقتها توبي بدأ يطير في وسط المدينة وبسرعة فهم ازاي يتحكم في الطيران، ولقى الموضوع ده ممتع جدا، وعلى طول قرر ان هو يرجع البيت بسرعة علشان يوري ابوه القدرات الجديدة بتاعته. وفي نفس الوقت الرئيس ستون كان قاعد في طيارته الحربية وكان زعلان لان نسبة نجاحه في الانتخابات الجاية ضعيفة، ووقتها رجالته بيقولوا له ان في جسم غريب بيطير في المدينة والجسم ده بيطلع طاقة الكرة الزرقاء النظيفة. فالرئيس ستون بيؤمر رجالته ان هم يطاردوا الجسم ده ويقبضوا عليه. وبنشوف بعد كده توبي بيرجع البيت وبيشوف ابوه تنما واللي كان بيتكلم مع البروفيسور إليفان. وقتها توبي بيسمع ابوه وهو بيطلب من البروفيسور ان هو يقفل الروبوت ده ويمسحه من الوجود، وقال له ان هو ندم على خطوته دي وانه مش قادر يشوف الروبوت ده مكان ابنه الحقيقي. ووقتها توبي بيتصدم وبيزعل جدا وبيطير بعيد وهو بيعيط، وبنشوفه وهو طاير بيشغل خاصية المسح الضوئي على نفسه، ووقتها بيشوف هيكله المعدني وبيتأكد ان هو مجرد روبوت مش بشر. وبعد كده رجالة الرئيس بيرصدوا توبي وبتبدأ ما بينهم مطاردة، بس توبي بذكائه قدر ان هو يهرب منهم وخلى طياراتهم يخبطوا في بعض. وبنشوفه وهو بيهرب بيلمح عسكري من رجالة الرئيس بيقع من الطيارة، فعلى طول بيجري عليه وبينقذه وبينزله على السطح. وبنشوفه وهو واقف على السطح الرئيس ستون بيبعت سفينة حربية كبيرة بتضرب توبي بصواريخ كتير، والانفجار ده كان قوي جدا لدرجة ان هو بيرمي توبي بره حدود المدينة، ووقتها بدأ يقع لتحت ناحية كوكب الأرض المهجور. وبنشوف ان لما توبي فاق لقى نفسه مرمي في كوكب الأرض اللي بقى عبارة عن مقلب زبالة، ووقتها مجموعة روبوتات قديمة بدأت تتحرك ناحيته، والروبوتات دي وقعت فوقه من كترهم، وتوبي بيتدحرج على تلة كبيرة من الخردة. ووقتها بيلاقي كلب آلي صغير مصنوع من الخردة، والكلب ده بيجري قدامه علشان يوري له الطريق وبيسحبه لحد حفرة، وفجأة توبي بيقع في شبكة حديد وبتقفل عليه. وبنشوف ان شوية أطفال كانوا عايشين وسط الخردة بيفتحوا الفخ ده وافتكروا ان توبي ولد بشري طبيعي زيهم وما كانوش واخدين بالهم ان ده روبوت. فتوبي بيطلع من الشبكة وبيعرفهم بنفسه وبدأ ان هو يتكلم معاهم، وفجأة 3 روبوتات تانية بيهجموا على المكان وبيخطفوا توبي وبيجروا بيه جوه مبنى قديم. والروبوتات دول بيقولوا لتوبي انهم جبهة تحرير الروبوتات الثورية وكانوا عاوزين يتحرروا من تحت حكم البشر، لكن المشكلة انهم كانوا متبرمجين على قوانين الروبوتات وكانوا مستحيل انهم يأذوا اي انسان بشري. والروبوتات وقتها بيسألوه عن اسمه وبسبب لخبطته في الكلام بيسموه من هنا ورايح أسترو، وأسترو وقتها بيقعد معاهم شوية. والروبوتات وقتها بيوروا له صورة لواحد اسمه هام إج وبيقولوا له ان هو بيعذب الروبوتات بالكهرباء. وفي اللحظة دي بنت اسمها كورا ومعاها شلة أطفال بيدخلوا المكان وبيقبضوا على الروبوتات، وكان هدفهم ان هم يحموا أسترو. وأسترو قرر يمشي مع كورا والأطفال وكان راضي بالاسم الجديد بتاعه اللي سموه له وبقى اسمه أسترو بوي. وفي نفس الوقت فوق في مدينة متروبوليس بنشوف الرئيس ستون ورجالته بيدخلوا بيت الدكتور تنما، ووقتها بيقبضوا على الدكتور والبروفيسور علشان كانوا عاوزين يعرفوا مكان توبي والطاقة الزرقاء فين، بس تنما بينكر ان هو يعرف مكانه، وتحت التهديد بيوافق ان هو لو لقى توبي هيقفل برمجته ويسلم الكور الزرقاء للرئيس. وتحت على الارض بنشوف أسترو والعيال بيتزحلقوا من على كوبري قديم وبيوصلوا المبنى مليان اكل وخردة، وبنعرف ان المبنى ده كان ورشة هام إج وده الراجل اللي بيصلح الروبوتات القديمة. واول ما شاف أسترو بيرحب بيه، وقتها أسترو بيحس بالذنب وحاول يعترف لهام إج ان هو روبوته مش بشر، بس هو بيخاف. وكلهم قعدوا يتعشوا مع بعض ويضحكوا. وقتها هام إج بيحكي لأسترو عن ماضيه وازاي هو عايش هنا. وتاني يوم أسترو بيطلع مع كورا وبقية الأطفال وبيروحوا المقلب الخردة علشان يدوروا على قطع غيار لهام إج. وبنشوفهم وهم بيدوروا أسترو بيلمح روبوت كبير وقديم جدا وكان اسمه زوج، والأطفال قالوا له ان الروبوت ده متعطل بقاله 100 سنة. فأسترو بيدخل جوه جسم الروبوت الكبير وبيعرف ان هو يقدر يشغله لو اداله شوية من طاقة الكرة الزرقاء اللي في قلبه. وأسترو وقتها بينقل طاقة لزوج، وفجأة الروبوت الكبير ده بيشتغل وبيقف على رجليه. وقتها هام إج بيقرر ان هو ياخد الروبوت علشان يشغله في مصارعة الروبوتات ضد روبوت تاني من بتوعه. فأسترو والأطفال بياخدوا زوج وبدأوا انهم ينظفوه ويلونوه. وفي نص اللعب حتة حديد كانت هتقع على البنت كورا، بس زوج بيلحقها في آخر ثانية. وكورا استغربت جدا من سرعة الروبوت ده. وبالليل الأطفال بيوروا زوج بشكله الجديد لهام إج وكلهم بيتصوروا مع بعض صور تذكارية. وبعدها أسترو بيطلع يلعب مع الكلب الآلي وبيلاقي وقتها
كورة قاعدة لوحدها وبتحاول تتصل بمدينة متروبوليس، فأسترو بيخضها وبيبدأوا يتكلموا مع بعض، وهي بتقوله إن التليفون بايظ ومش مجمع أي شبكة، فأسترو بلمسة واحدة بيصلح لها التليفون. بس لما كورة بتتصل محدش بيرد عليها، فبتبدأ إنها تعيط وبتقول لأسترو إنها أصلا من المدينة الطايرة وهربت من أهلها وندمانة ونفسها ترجع ليهم. فأسترو وعدها إن هو هيشيل سرها في عيونه وكان خلاص هيعترف لها إن هو روبوت، بس في آخر لحظة بيتراجع وقال لها إن هو مبسوط بوجوده معاهم. وتاني يوم الصبح أسترو وكورة بيروحوا مع هام إج للاستاد الكبير علشان كان في جولة جديدة من مصارعة الروبوتات، وهناك أسترو بيتصدم لما بيعرف إن الألعاب دي ما بتقفش غير لما الروبوتات تتدمر تماما. وهام إج بيضحك وبيقول له إن الروبوتات دي شوية زبالة ملهمش أي مشاعر ولا بيحسوا بالوجع. وفجأة بيطلع جهاز صاعق وبيضرب أسترو بصعقة كهربائية بتشل حركته قدام الكل. ووقتها هام إج بيكشف الحقيقة قدام الأطفال وبيقول لهم إن أسترو ده مجرد روبوت وإن هو مش بني آدم. وبعدها بيقرر إن هو يجبر أسترو إن هو يدخل حلبة المصارعة علشان كان عايز يكسب من وراه فلوس. ولما أسترو بيفوق بيلاقي نفسه وسط الحلبة، وهام إج قعد يسخن الجمهور ضده ويقنعهم إن هو روبوت شرير. ووقتها بينزل روبوت مقاتل علشان يفرم أسترو، وأسترو حاول يهرب بس وقتها بيخبط في حاجز كهربي. وبنشوف بعد كده أسترو بيشيل الروبوت اللي بيهاجمه وبيرميه ناحية الحاجز الكهربي لحد ما بيتدمر. فهام إج بيتعصب وبينزل روبوت تاني، بس أسترو قدر إن هو يهزمه. وفوق في السماء بنشوف أجهزة الرئيس ستون بتلقط إشارة طاقة الكرة الزرقاء وعرفت مكان أسترو، فستون ورجالته بيركبوا طياراتهم وبيروحوا على الأرض علشان يقبضوا عليه. وفي الوقت ده هام إج بيشغل الروبوت الكبير زوج وبيأمره إن هو يهاجم أسترو، بس زوج بيقرب من أسترو ووقتها بدل ما بيضربه بيطبطب عليه وبيشيله. فهام إج بيتضايق وبيصعق زوج بالكهرباء علشان يجبره إن هو يقتل أسترو، فزوج بيتضايق من الصعقة دي وبيبدأ إن هو يهجم على هام إج وكان خلاص هيموته، بس أسترو بيتدخل وبيمسك رجل زوج وبيمنعه إن هو يأذيه. وفي الوقت ده طيارات الرئيس ستون بتوصل للمكان وبتحاصر أسترو علشان يقبضوا عليه ويسحبوا طاقته. ووقتها زوج بيحاول يدافع عن صاحبه بس أسترو بيهديه وبيوافق إن هو يسلم نفسه للحراس علشان يحمي أصحابه البشر. وفي الوقت ده ستون بيقول لأسترو إن هو هيعمل حرب مع سكان الأرض علشان يقدر يضمن إن هو يكسب في الانتخابات الرئاسية الجاية. ووقتها ستون بيرجع بيه المعمل تنما وبيطلب منه إن هو يقفله، بس تنما ما كانش عايز وكان زعلان جدا، فأسترو بيطلب منه إن هو يعمل كده وبيقول له إن ده مصيره وهو موافق عليه. فوقتها أبوه بيشيل منه الكور الزرقاء ووقتها الولد بيطفي، بس بعد شوية تنما بيندم وبيخطف الكور تاني وبيشغل أسترو وبيقول له يهرب. فالرئيس ستون بيتجنن كور الحمراء الشريرة في روبوت صانع السلام، بس وقتها الروبوت بيبلع الرئيس وطلع علشان يدمر المدينة. ولما أسترو بيسمع الانفجارات بيرجع علشان يحاربه، ووقتها المدينة الطايرة بدأت إنها تقع، فأسترو بيطير تحتها وبيشغل الصواريخ اللي في رجليه وبينزلها على الأرض بسلام. وبعد كده بنشوف تنما بيحذر أسترو إن لمس الكور الزرقاء للحمراء ده هيفجره ويموته، بس لما بيشوف الروبوت الشرير هيدمر أصحابه في إيده بيطير جوه الكور الحمراء وبيضحي بنفسه. ووقتها الانفجار بيحصل والشرير بيتدمر والجنود بيقبضوا على الرئيس. ووقتها الأطفال بيلاقوا جسم أسترو مطفي تماما، وتنما بيقول وقتها إن هو كده طاقته خلصت، بس الروبوت الكبير زوج بيقرب منه وبيديله شوية من طاقة الكور الزرقاء اللي كانت موجودة جواه. ووقتها أسترو بينور وبيصحى من تاني وكلهم بيكونوا فرحانين. وبعدها بنشوف كورة وهي بترجع لأهلها، وفي الوقت ده بيظهر هجوم كائنات فضائية على المدينة، فأسترو بيبص لأبوه وبيطير في الجو علشان يحمي مدينتهم. وبكده الفيلم بتاعنا ده بيخلص، بس لسه سهرتنا مكملة في نوستالجيا، فخش معايا على الفيلم التاني ده هو كمان. فيلمنا بيبدأ في مدينة سان فرانسيسكو، وهناك بنشوف بطولة سرية لقتال الروبوتات. وخلال واحدة من المواجهات دي كان في روبوت لبنت شعرها لون وردي كان بيتقدم على روبوت واحد اسمه ياما وكان خلاص هيهزمه، بس فجأة روبوت ياما بيقوم من جديد وبيطلع من ايده منشار وبيفصل راس الروبوت التاني. وبعد ما بيفوز ياما بيسأل مين هيكون المنافس التاني، وهنا بيدخل واحد اسمه هيرو هامادا، وده ولد عنده 14 سنة واللي قرر ان هو يواجه ياما. والغريب ان الروبوت بتاعه كان اصغر بكتير من باقي الروبوتات، وبنعرف ان هو اللي كان صمم الروبوت ده بنفسه. واول ما المباراة بتبدأ في ثواني روبوت هيرو بيتدمر بالكامل، بس هيرو بيطلب فرصة تانية وبيقول ان دي اول مباراة ليه. وفي البداية ياما كان رافض، بس هو بيغير رأيه لما هيرو بيطلع كمية كبيرة من الفلوس. واول ما الجولة التانية بتبدأ كل اجزاء الروبوت بتتجمع من جديد عن طريق قوة المغناطيس، وكمان شكل الروبوت بيتغير. واثناء القتال الروبوت بيتقسم لاجزاء صغيرة وبيبدأ يهاجم خصمه من كل ناحية، وبعد ما بيقطع دراعات الروبوت التاني بيفصل راسه عن جسمه وبينهي المباراة لصالحه. وبكده هيرو بيكسب المواجهة وبياخد فلوس الجايزة، بس ياما بيحس ان هو اتخدع فبيخطف الروبوت الصغير، وبعدها بيؤمر رجالته ان هم يعلموا هيرو الدرس. لكن قبل ما يقدروا يأذوه اخوه الكبير تاداشي بيوصل
بيوصل على الموتوسيكل وبيقدر ان هو ياخده ويهرب من المكان بسرعة. وفي اللحظة دي هيرو بيفعل البوت بتاعه عن بعد والروبوت بيقدر يحرر نفسه من ياما. وبنشوفهم وهم بيهربوا تاداشي بيفضل يعاتب اخوه علشان رجع يشارك في القتالات السرية دي من تاني. وبنعرف ان هيرو اتخرج من المدرسة وهو عنده 13 سنة، بس هو ما كانش عايز يدخل الجامعة لانه ما كانش مقتنع ان هو هيتعلم حاجة جديدة. واثناء ما تاداشي بيدور على طريق يهربوا منه، الشرطة فجأة بتظهر قدامهم وبتقبض عليهم هما الاتنين. وبنعرف في الوقت ده ان اهل هيرو كانوا ماتوا من وهو عنده 3 سنين، وعشان كده عمته هي اللي بتروح علشان تخرجهم من الاسم. وبعد ما بيرجعوا البيت كل واحد فيهم بيدخل اوضته، وبعدها هيرو بيوصل له اشعار بان في بطولة روبوتات جديدة هتبدأ، فعلى طول بيقرر ان هو هيشارك فيها. لكن تاداشي بيحاول انه يمنعه، ولما بيعرف ان هو مش هيقدر يغير رأيه بيقول له ان هو هياخده ويوديه بنفسه. لكن بدل ما يوديه للبطولة بياخده للجامعة اللي هو بيدرس فيها. واول ما هيرو بيدخل المعمل بينبهر بالتكنولوجيا اللي موجودة هناك، وبيكتشف ان لسه قدامه حاجات كتير يتعلمها. وبعدها بيتعرف على اصحاب اخوه واللي كلهم كانوا عباقرة ومخترعين، وده بيخليه يتحمس اكتر لانه بيكتشف ان هو مش الوحيد الذكي هناك، وكل واحد فيهم بيعرض اختراعه على هيرو. وبعدها بيجي دور تاداشي علشان يعرض المشروع الخاص بيه، فبيطلع شريط لاصق وبيلزقه على دراع هيرو وبعدين بيشده بسرعة، وده بيعمل له ألم بسيط في دراعه. ووقتها روبوت اسمه باي ماكس بيتفاعل تلقائيا وبيمشي ناحية هيرو، وبيبدأ ان هو يعرفه على نفسه على انه مساعد اخوه الشخصي وانه مبرمج علشان يستجيب لأي حد بيتألم. وبعد ما بيفحص هيرو بيقدر ان هو يكتشف مكان الإصابة وبيستخدم بخاخ علشان يمنع حدوث اي عدوى تحصل له. وهنا هيرو بينبهر جدا بالروبوت ده، وتاداشي وقتها بيشرح له ان باي ماكس قدر ينفذ اكتر من 10,000 اجراء طبي، وكمان كل بياناته موجودة على شريحة صغيرة، والشريحة دي متركبة في صدره. واثناء ما هيرو بيتفحص اجزاء الروبوت باي ماكس بيديله مصاصة كمكافأة ليه علشان هو متعاون معاه، وبعدها بيقول له انه هيقف عن العمل اول ما المريض يقول له ان هو بقى كويس. فهيرو وقتها بيقول له ان هو بقى افضل، وساعتها باي ماكس بيرجع للشحن بتاعه. وفي الوقت ده البروفيسور روبرت كالهان بيدخل المعمل، وهيرو بيفرح جدا لما بيشوفه لانه كان دايما بيعتبره واحد من اعظم العلماء. وبعد ما كالهان بيشوف الميجا بوت بتاعه بيعرض على هيرو فرصة للدراسة في الجامعة، لكن تاداشي بيقول له ان اخوه مهتم اكتر بقتال الروبوتات. وبعد شوية الاتنين بيطلعوا من المعمل، وتاداشي بيقول له انهم لازم يجروا بسرعة لو لسه عايز يلحق بطولة الروبوتات. لكن بنعرف بعد كل اللي هيرو شافه في المعمل بيقرر اخيرا ان هو يدخل الجامعة، وتاداشي بيفرح بالقرار بتاعه ده وبيقول له ان كل سنة الجامعة بتعمل معرض كبير للاختراعات، وان هو لو قدر يبتكر حاجة تلفت انتباه كالهان هيضمن مكانه في المعمل بتاعه. وبالفعل هيرو بيقضي ايام طويلة وهو بيحاول يطلع بفكرة مميزة، لكن للأسف ولا فكرة كانت بتيجي في دماغه. وهنا تاداشي بيساعده علشان يبص للأمور بشكل مختلف. ولما هيرو بيبص للميجا بوت بتاعه فجأة بتجيله فكرة عبقرية، وبنشوفه خلال الأسابيع اللي بعدها بيشتغل ليل نهار في الجراج لحد ما مشروعه الجديد بيكون جاهز. وفي يوم المعرض هيرو بيوصل هناك مع تاداشي وأصحابه، وعلشان يعرض اختراعه بيلبس جهاز صغير على راسه، وبعدين بيطلع روبوت صغير جدا من جيبه وبيقول لكل الحضور إن ده مشروعه الجديد. وفي البداية شوية من الناس بيتفاجئوا لأن الروبوت شكله صغير جدا وما يوحيش إن هو روبوت مميز، بس بعد ثواني الروبوت بيتصل بروبوتات تانية شبهه وبتبدأ كلها تتجمع مع بعض وبتشكل أي حاجة هيرو يتخيلها. وبنكتشف إن كل الأوامر بتوصل للروبوتات عن طريق الجهاز اللي على راسه، وإنه لو شال الجهاز ده الروبوتات كلها هتتعطل. وبنعرف كمان إن الروبوتات دي مش بس بتغير شكلها، لا دي بتقدر كمان تنقل أي حاجة بسهولة، وأي تصميم أو فكرة هيرو يتخيلها الروبوتات دي تقدر تنفذها. وفي نهاية العرض الجمهور كله بيبدأ يسقف له لأنهم كانوا منبهرين بالاختراع ده. وأثناء ما هو بيحتفل مع أصحابه بيظهر رجل أعمال مشهور اسمه أليستير كراي، وبعد ما بيبص على الروبوتات بيقول لهيرو إن هو عايز يشتري المشروع بتاعه وكان عايز يسجله كبراءة اختراع. لكن أثناء كلامهم البروفيسور كالهان بيتدخل وبيبدأ يحذر هيرو من كراي، وبيقول له إن هو وصل لمكانته بعد ما تجاهل قواعد علمية كتير، وعشان كده لو سلموا الاختراع ده ممكن يكون ده خطر. وبعد ما هيرو بيسمع الكلام ده بيشكر كراي على عرضه وبيقول له إن هو رافض يبيع أي روبوت. وقبل ما يمشي كالهان بيسلمه خطاب القبول في الجامعة وبيقول له إن هو مستني يشوفه في أول محاضرة. وبعدها الكل بيمشي من المعرض وهو مبسوط، وتاداشي بيقول لأخوه إن هو مبسوط منه جدا. لكن فجأة حريق كبير بيشتغل في المبنى، ووقتها هيرو بيعرف إن كالهان كان لسه موجود جوه، فتاداشي بيقرر يدخل علشان ينقذه، وهيرو بيحاول يمنعه إنه ما يدخلش علشان ما يأذيش نفسه، لكن تاداشي بيرفض وبيجري لجوه بسرعة. وبعد شوية المبنى كله بينفجر قدام عين هيرو، ووقتها تاداشي أخوه بيموت. وبيعدي كام يوم وبيدفنوا تاداشي، ومن وقتها حياة هيرو كلها بتتغير، وبيبدأ إن هو يبعد عن أصحابه وبيفضل قافل على نفسه في أوضته. وفي الأسابيع اللي بعدها بنشوفه بيدخل في حالة اكتئاب شديدة وما بقاش عنده طاقة
طاقة ان هو يعمل اي حاجة، حتى الاكل كان بياكله بالعافية. وبنعرف ان خلاص موعد الدراسة كان قرب في الجامعة، لكن هيرو ما كانش لسه سجل اسمه. ولما اصحاب تداشي حاولوا يكلموه علشان ينزل للجامعة هو كان بيتجاهل كل اتصالاتهم، وفي النهاية بيقرر ان هو يسيب فكرة الجامعة دي خالص ويرجع من تاني لحلبات قتال الروبوتات. بس بنشوفه وهو بيشيل الميجا بوت حتة منه بتقع على رجله، ووقتها هيرو بيصرخ من الألم. وفي اللحظة دي باي ماكس بيتفعل وبيبدأ ان هو يفحصه، وبعد ما بيخلص فحص بيكتشف ان هيرو سليم بس حالته النفسية اللي مش مستقرة. وبنشوفه هيرو بيحاول يوقفه، وقتها بيقع على الأرض، وهناك بيلاقي الجاكيت القديم اللي كان لابسه وقت عرض المشروع. ولما بيفتشه بيكتشف حاجة غريبة، ان واحد من الروبوتات كان لسه موجود جواه رغم انه كان فاكر انه اتحرق. ولما بيطلع الروبوت الصغير بيلاحظ وقتها ان هو بيتحرك لوحده وكأنه كان رايح لمكان معين، فهيرو بيحطه في طبق علشان يتابع اتجاهه. وفي نفس الوقت باي ماكس بيقرر يساعده لان ده ممكن يحسن حالته النفسية. لكن بعد شوية هيرو بيكتشف ان باي ماكس اختفى، ولما بيدور عليه بيلاقيه وقتها فعلا في الشارع وكان هيعمل حوادث للناس، بس لحسن الحظ هو بيقدر يلحقه. وبعد ما بيتتبعوا الروبوت بيوصلوا وقتها لمكان غريب، والمكان ده كان عبارة عن جراج مهجور. ولما بيقربوا منه بيلاقوا وقتها الباب مقفول، بس فضول هيرو بيزيد وبيقرر ان هو لازم يعرف ايه اللي موجود جواه. فوقتها بيحاول ان هو يدخل المكان، وبنشوف هيرو وهو بيحاول يدخل من الشباك، بس كان لازم باي ماكس ان هو يفرغ الهواء اللي جواه علشان يقدر يعدي وراه. وبعد ما دخلوا المكان هيرو بيبدأ يتفقد الجراج، وهنا بيكتشف مفاجأة ان في اجهزة شغالة وبتصنع روبوتات جديدة. وفجأة باي ماكس بيظهر وسط المكان، وساعتها كل الروبوتات بتتحرك، وهيرو بيمسك باي ماكس وبيجري بيه بسرعة. لكن المشكلة ان الباب كان مقفول، فبيضطروا انهم يستخبوا وبيروحوا ناحية الشباك. ووقتها هيرو بيشوف الراجل المقنع وهو جاي ناحيتهم، بس لحسن حظه بيقدروا يهربوا في اخر ثانية. وبعدها على طول هيرو بيروح لاسم الشرطة وبيحاول يقنع الضابط بكل اللي شافه. وفي الوقت ده كان باي ماكس بيقفل الاخرام اللي فيه بالشريط، بس الضابط ما بيصدقش اي حاجة. ولما هيرو بيفقد الامل بيقرر ان هو يرجع البيت، خصوصا ان بطارية باي ماكس كانت قربت تخلص. واثناء ما هو بيشحن الروبوت باي ماكس بيسأل هيرو عن تداشي، فهيرو وقتها بيقول له ان هو مات. وساعتها الروبوت بيبدأ يبحث عن كل المعلومات الخاصة بفقدان الاحباب علشان وقتها يقدر يساعده. وبيكتشف ان اول خطوة للعلاج هو انه يبقى قريب منه، وعلشان كده باي ماكس بيتواصل مع اصحاب هيرو. وبنكتشف ان هيرو بدأ يشك ان الحريق ده ما كانش حادثة عادية، خصوصا بعد ما شاف الراجل المقنع، وبقى مقتنع ان الراجل ده كان هو السبب في الحريق وان هو سرق الروبوتات بعد كده. وفي نفس الليلة بنشوف عمته كاس كانت بتتفرج على التلفزيون، ووقتها هيرو وباي ماكس بيروحوا للجراج من وراها، وهناك هيرو بيبدأ يطور الروبوت وبيضيف له معدات جديدة علشان يقدر يقاتل الاشرار، وكمان بيصنع له دراع كامل. وبعد وقت قصير باي ماكس كان جاهز للمعركة، وهما الاتنين بيخرجوا علشان يطاردوا المجرم. بس وهما في الطريق عربية غريبة بتبدأ تطاردهم، ولما بيرجعوا للجراج المهجور بيكتشفوا ان كل الروبوتات اختفت، وعلشان يعرفوا مكانها بيقرروا يتبعوا الروبوت الوحيد اللي كان موجود مع هيرو. وبعد فترة بيوصلوا عند بحيرة كبيرة، وهناك هيرو بيلاحظ حاجة غريبة جاية ناحيتهم، فبيستخبوا بسرعة. وفجأة العربية اللي كانت بتراقبهم بتوصل، وبنكتشف وقتها ان اللي كان جواها هم اصحاب تداشي واللي كانوا قلقانين على هيرو وكانوا جايين ياخدوه للبيت. بس قبل ما بيتحركوا الراجل المقنع بيظهر فجأة وبيحدف عليهم حاوية كبيرة جدا، بس باي ماكس بيلحق انه يمسكها، وبعدها على طول بيتحدف فوق العربية. وفي اللحظة دي وسابي صاحبهم بيدوس بنزين وبيهرب بسرعة من المكان. بس وهم بيهربوا هيرو بيبدأ يشرح لأصحابه عن كل اللي حصل. وفي نفس الوقت بنشوف باي ماكس كان بيعمل فحص للمقنع علشان كان عايز يجمع بيانات عنه. وبنشوف بعدها ان الراجل المقنع بيطاردهم، فجوجو بتستلم السواقة وبتبدأ مطاردة كبيرة في الشوارع، لكن الروبوتات بتنجح في ان هي تسيطر على العربية. بس بالرغم من كده جوجو بتقدر تتخلص منهم، لكن العربية وقتها بتقع في المية. ولحسن حظهم ان باي ماكس بيقدر ينقذهم كلهم. وبعد ما بيخرجوا من البحيرة بيروحوا على بيت فريد، وهناك كلهم بيتصدموا لما بيكتشفوا ان هو عايش في قصر كبير، والمفاجآت ما بتخلصش لانهم بيشوفوا ان اوضة فريد كانت مليانة باللعب وكان في حاجات خيالية في كل مكان. واثناء ما هيرو بيفكر في خطة جديدة علشان يمسك المجرم باي ماكس بيلاحظ ان درجة حرارة جسمه منخفضة، فبيبدأ ان هو يدفيه. وبعدها باقي اصحابه بيقربوا هم كمان منهم، وفي وسط الكلام هيرو بيسألهم اذا كانوا يعرفوا الرمز اللي كان مرسوم على حاجات الراجل المقنع. وهنا فريد بيقول لهم ان هو عنده نظرية معينة، وانه شايف ان المجرم الحقيقي ممكن يكون هو أليستر كراي، لانه حاول قبل كده انه يشتري الروبوتات من هيرو، ولما هيرو رفض ممكن يكون هو اللي عمل الحريق ده علشان يقدر يسرقهم. لكن هيرو ما بيكونش مقتنع بكلامه وبيقول له ان هم محتاجين ادلة اكتر بكتير من كده علشان يعرفوا الحقيقة. وفي اللحظة دي باي ماكس بيقول ان هو عمل فحص كامل للمقنع وان هو بقى عنده كل بياناته الصحية. وساعتها هيرو بتجيله فكرة جديدة، وهي انه يعمل مسح للمدينة كلها باستخدام اجهزة الاستشعار علشان يقدر
يقدروا يحددوا مكان المقنع. بس الخطة دي كانت محتاجة انهم يطوروا مستشعرات بايماكس، وكلهم بيوافقوا يساعدوه. ووقتها فريد بيتحمس جدا لفكرة ان هو هيبقى بطل خارق، وبنشوفهم وهم بيجهزوا المعدات والبدلات. ووقتها هيرو بيوصل للاستنتاج وبيكتشف ان هم وصلوا لجهاز التحكم العصبي الخاص بالمقنع. وهيرو وقتها بيقول لاصحابه ان لو توقعه طلع صح فكل اللي هم محتاجينه هو انهم يشيلوا القناع من على وش المجرم، وساعتها هيفقد السيطرة على كل الروبوتات. وقبل ما ينفذوا الخطة بيبدأوا ان هم يتدربوا على معداتهم الجديدة، وبيستغلوا وقتها المساحة الكبيرة اللي في القصر. وكالعادة خادم فريد المسكين كان هو فار التجارب بتاعتهم لكل الاختبارات. وبعد كام يوم هيرو بيعرض عليهم النسخة الجديدة من بايماكس، واللي بقى لابس درع متكامل، وبيبدأ ان هو يطلع قبضات صاروخية، وكمان بقى عنده أجنحة للطيران، وان في كمان مغناطيس خاص بيثبت هيرو على جسم بايماكس أثناء الطيران. لكن أول تجربة طيران ما كانتش لطيفة خالص، وهيرو كان مرعوب طول الوقت، وكانوا هيعملوا أكتر من حادثة لحد ما بايماكس بينزل أخيرا. وساعتها هيرو بيقدر يهدى شوية، لكن فجأة بايماكس بيطير مرة تانية، والمرة دي كان الارتفاع عالي فوق البحر. وبعدها بياخد هيرو في جولة فوق المدينة، وكانوا وقتها فوق السحاب وبيتفرجوا على غروب الشمس. وفي اللحظة دي هيرو بيطلب من بايماكس ان هو يعمل مسح لكل سكان المدينة علشان يقدر يحدد مكان المجرم. وبعد البحث بايماكس بينجح ان هو يلاقيه، وبيكتشف ان هو موجود في جزيرة قريبة منهم. وبعد ما بيجمعوا باقي الفريق بيروحوا كلهم للمكان ده، وبنشوف ان اغلبهم كان متوتر لان دي اول مواجهة حقيقية ليهم. بس وهم داخلين بيسمعوا صوت بسيط، فبيبدأوا يفعلوا قدراتهم على طول وبيبدأوا الهجوم. بس بعد شوية بيكتشفوا انهم كانوا بيهاجموا حمامة. وبعدها بيدخلوا اكتر في المنشأة وبيمشوا في الممرات لحد ما هوني بتلاحظ حاجة غريبة، فبيقرروا يفتشوا المكان وبيدخلوا أوضة شبه مدمرة وبيبدأوا يدوروا على لوحة التحكم. ولما هيرو بيشغل الشاشة وقتها بيظهر تسجيل قديم، والتسجيل كان فيه كراي وهو بيعرض مشروعه الجديد على مجموعة من المستثمرين. والمشروع كان عبارة عن بوابة نقل فوري بتقدر تنقل أي شخص أو أي حاجة في لحظة واحدة. وبنعرف إن أول شخص جرب البوابة دي كانت بنت اسمها إيبيجيل، واللي بنشوفها بتدخل الكبسولة علشان تبدأ الرحلة. بس بعد الإطلاق بشوية الاتصال ما بينهم بيتقطع والبوابة بتبدأ تنهار، وساعتها كراي بيوقف المجال الكهرومغناطيسي، ووقتها إيبيجيل بتتحبس جوه البوابة. وبعد ما التسجيل بيخلص هيرو وأصحابه بيقتنعوا إن كراي هو الرجل المقنع، وإن هو بيستخدم الروبوتات علشان يعمل بوابة جديدة. لكن فجأة المجرم الحقيقي بيظهر قدامهم وبيبدأ يحدف عليهم صخرة كبيرة، وبايماكس بيتدخل على طول وبيمنعها من إن هي تموتهم. وبعدين بيستخدم قبضته الصاروخية علشان يقدر يحرر الفريق، وبعدها كلهم بيتعاونوا علشان يقدروا يشيلوا القناع من عليه. بس الراجل المقنع بيقدر إن هو يهزمهم واحد ورا التاني، وفريد بيكون أول واحد يقع فيهم. وبعدها جوجو بتحاول إنها تشغله عنها علشان تقدر تهاجمه، وفي نفس الوقت هوني بترمي واحدة من كراتها عليه، بس هي بتفشل في إنها تجيبها فيه. وبعدها وسابي بيتدخل وبيستخدم سيف الليزر بتاعه علشان يقدر يدافع عن نفسه. وفي النهاية كل أفراد الفريق بيتغلبوا، لكن فجأة هيرو وبايماكس بينزلوا من السماء، وأخيرا بيقدر هيرو إن هو يشيل القناع من على وش المجرم. وهنا بيتصدموا لأن المجرم الحقيقي ما كانش هو كراي، وبيعرفوا وقتها إن المجرم الحقيقي كان هو البروفيسور كالهان. وبنكتشف إنه أثناء الحريق استخدم الروبوتات علشان يحمي نفسه من الانفجار، وده معناه إن تاداشي مات وهو كان يقدر ينقذ نفسه. ولما هيرو بيعرف بالحقيقة دي بيتضايق جدا وبيؤمر بايماكس إن هو يقتل كالهان، بس بنعرف إن بايماكس بيرفض لأن برمجته الأساسية بتمنعه من إن هو يأذي البشر. وهنا هيرو بيشيل الشريحة الأصلية اللي تاداشي كان مركبها فيه وبيحط شريحة تانية بتسمح لبايماكس إن هو يهاجم. وبنشوف إن الفريق كان بيحاول يوقفه، ووقتها كالهان بيستغل الفوضى دي وبيرجع القناع من تاني وبيحاول إن هو يهرب بالروبوتات. وفي وسط كل ده هوني بتقدر ترجع الشريحة الأصلية لبايماكس، ووقتها بيرجع لطبيعته من جديد. بس هيرو بيكون لسه متضايق وبيحاول إنه يغير الشريحة مرة تانية، بس بايماكس بيمنعه وبيقول له إن مهمته هي علاج المرضى والمصابين مش إن هو يأذي الناس. وبعدها بايماكس بيعرض عليه تسجيل قديم كان تاداشي صوره بنفسه، والتسجيل كان بيظهر فيه كل المحاولات الفاشلة لتشغيل بايماكس. وبعد 84 محاولة أخيرا الروبوت بينجح إنه يشتغل، وساعتها تاداشي كان فرحان جدا لأنه عارف إن اختراعه هيساعد ناس كتير. ولما هيرو بيشوف التسجيل ده بيتأثر جدا وبيبدأ يعتذر لبايماكس عن كل اللي هو حاول يعمله. وفي اللحظة دي باقي الفريق بيوصل وكان معاهم فلاشة فيها تسجيل جديد، وكانوا لقوه جوه جزيرة. ولما بيشغلوا الفيديو بيكتشفوا حاجة مهمة، وهي إن إيبيجيل كانت هي بنت البروفيسور كالهان، وعشان كده كالهان كان عايز ينتقم من كراي وكان بيحمله مسؤولية كل اللي حصل لبنته. وبنشوف في نفس الوقت ده إن كراي كان بيستعد علشان يفتتح المقر الجديد لشركته، لكن فجأة الراجل المقنع بيظهر وبيخطف كراي قدام الكل. وهنا كالهان بيكشف لهم الحقيقة وبيقول لهم إن بنته ماتت بسبب غرور واستهتار كراي، لأنه كان عارف إن البوابة ما كانتش لسه جاهزة، وبرضه خلى إيبيجيل إنها تدخلها. وعلشان ينتقم منه بيستخدم الروبوتات علشان
علشان يعيد بناء جهاز النقل ويدمر كل حاجة مهمة عند كري. لكن قبل ما خطته تكمل هيرو وفريقه بيوصلوا للمكان وبيحاولوا يقنعوه ان الانتقام مش هيحل حاجة، بس كلهان بيرفض ان هو يسمع كلامهم وبيبدأ ان هو يهاجم الطلاب، وكمان بيقدر يوقع بايماكس. ووسط كل اللي بيحصل ده هيرو بيتحدف بعيد وبيتسحب جوه البوابة الكبيرة، واصحابه حاولوا ينقذوه بس الروبوتات بتحاصرهم وبتمنعهم ان هم يتحركوا. ولما هيرو بيشوفهم في خطر بيطلب منهم يركزوا ان هم يدمروا الروبوتات نفسها، لانها لو دخلت البوابة مش هتقدر تنفذ اوامر كلهان تاني. وفي اللحظة دي بايماكس بيقدر يتحرر بعد ما عرف ان هيرو في خطر وبيجري بسرعة علشان ينقذه. وبعد ما الفريق كله بيتجمع هيرو بيطلب من اصحابه انهم يركزوا على تدمير الروبوتات وهو هيشتت انتباه كلهان. وبعدها القتال بيستمر وعدد الروبوتات بيقل بشكل كبير لحد ما كلهان بيفقد اكتر من نصها. وفي النهاية بايماكس بينجح في ان هو يشيل جهاز التحكم العصبي من على راس كلهان، وساعتها بيفقد السيطرة على الروبوتات. لكن فجأة البوابة بتبدأ تنهار وكل حاجة حواليها بتبدأ تنسحب ناحيتها، وكراي وقتها بيقول للكل ان مفيش اي طريقة يوقفوها بيها وبعد شوية هتنفجر كلها، وان الحل الوحيد انه كلهم لازم يهربوا بعيد. بس في الوقت ده بايماكس بتجيله اشارة حية كانت جاية من جوه البوابة، وبيقرر وقتها ان هو يدخل جوه لان مهمته الاساسية هو انه ينقذ اي شخص محتاج مساعدة. وبعد الفحص بيكتشف ان في ست موجودة هناك وكانت في حالة ثبات كامل، ووقتها هيرو بيفهم الحقيقة وبيعرف ان الست دي كانت هي ابيجيل بنت كلهان، وعلشان كده بيقرر يدخل مع بايماكس علشان ينقذوها. وبعد ما بيعدوا البوابة بيلاقوا نفسهم في عالم غريب ومختلف، بس هم بيدوروا على الكبسولة كان لازم يتفادوا كمية كبيرة من الحطام اللي كان منتشر في كل مكان. وبعد رحلة صعبة بيقدروا اخيرا يوصلوا لابيجيل وبعدها بيطلعوها من الكبسولة وبيبدأوا بعد كده رحلة العودة. لكن قبل ما بيوصلوا البوابة قطعة حطام كبيرة بتظهر فجأة قدامهم، ووقتها بايماكس بيرمي نفسه قدام هيرو علشان يحميه، بس الضربة دي بتدمر الدرع كله وكمان بتعطل محركات الطيران. وساعتها بايماكس بيعرف ان هو مش هيقدر يخرج من المكان، بس برضه كان مصمم ان هو ينقذ هيرو وابيجيل. ووقتها هيرو بيحاول ان هو يلاقي اي حل علشان ينقذ صاحبه، بس الوقت كان بيخلص بسرعة لان البوابة كانت خلاص هتنفجر. وهنا بايماكس بيسأل هيرو اذا كان بقى افضل، ووقتها هيرو بيقول له ان هو بخير. فبايماكس بينفذ اخر خطوة قبل ما يتوقف خالص وبيطلع قبضته الصاروخية علشان تزق هيرو والكبسولة بره البوابة، وقبل لحظات من انفجار البوابة بيقدروا هما الاتنين يهربوا. اما بايماكس فبيفضل جوه العالم الغريب ده، وبعد شوية عربيات الاسعاف كلها بتوصل للمكان وبينقلوا ابيجيل للمستشفى. اما كلهان فبيقبضوا عليه وبتعدي اسابيع وهيرو بيبدأ دراسته في الجامعة من تاني مع اصحابه، بس بالرغم من مرور الوقت هو كان لسه مفتقد بايماكس. وفي يوم من الايام وهو في المعمل بتطلع قبضة بايماكس القديمة من صندوق كرتون وبيحطها وسط حاجاته، بس وهو بيفحصها بيكتشف مفاجأة جميلة، وان شريحة بايماكس الأصلية كانت موجودة جوه القبضة وكل ذكرياته وبرمجته كانت لسه محفوظة عليها. وساعتها هيرو بيبني جسم جديد بالكامل للروبوت، وبعد ما بيركب الشريحة بايماكس بيرجع للحياة من تاني وكمان بكل ذكرياته القديمة. ووقتها هيرو بيفرح جدا، وفي النهاية هيرو وأصحابه بيكملوا حياتهم كفريق من الأبطال وبيستمروا في إنهم يحموا المدينة ويساعدوا أي حد محتاجهم. وبكده الفيلم بتاعنا بيخلص لسهرة النهاردة، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب. وبس كده، اشوفكم في سهرة جديدة من سهرات نوستالجيا. سلام.